السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناة كلام حلواني. رجعت لكم النهاردة بكلام جديد. عايز اتكلم عن موضوع الشناوي وواقعة الشناوي. الحقيقة انا شايف ان احنا في مسرحية. اقول لكم ليه؟ بس قبل ما اقول لكم اي حاجة، تعالوا نعمل مع بعض سيرش على جوجل. الحقيقة أنا عملت سيرش على جوجل وكتبت عقوبة اللاعب اللي بيعتدي على الحكم. طلع لي اعتداء اللاعب عنف بالعنف. يعني ايه عنف؟ يعني ضرب. كام؟ من 4 ل6، وغرامة مالية 100,000 جنيه. تمام. وبدون عنف، الغرامة بقى والعقوبة من 3 ل5. طيب، الناس اللي بتقول ده ما ضربهوش، ده اتزق ايده والكلام ده، حبيبي، العقوبة بتقول بعنف ل4 ل6. والأول الاتحاد أو أي نظام فاشل اللي طلع التصريح وقال العقوبة 4 ماتشات، يعني كده هو بيثبت اللي فيه عنف. لو مفيش عنف كان عمل له من 3 ل5، كان عمل له 5 وقلل ل3. بس هم عاملين له، عطوله عقوبة 4 ماتشات وغرامة مالية 100,000 جنيه. طيب، انسى اللي هي كورة. الحكم ده نظرته ايه قدام مراته وعياله وأسرته؟ انسى اللي هي كورة. نظرته ايه؟ اللي عياله يشوفوه في التلفزيون بيتضرب بالقفا، او يا عم اقول لك بيعتدوا عليه، بيقوم بالاعتداء عليه. نظرته ايه قدام عياله ومصر كلها بتتفرج وابوه بيتضرب؟ انت ايه رأيك؟ انسى اللي هي كورة. ايه؟ ازاي تقلل من 4 ل2؟ يا عم وانت ما عندكش شخصية؟ يا عم هي النوادي اكبر منك؟ انت كده بتعمل وبتقر ان النوادي اكبر حجما من الحكام ومنك انت شخصيا. انت كده ضعفت شخصية الحكام. انت كده خلتني اشك في الحكام اللي عندي. خلتني اللي انا ما صدقكش ولا صدق الحكام ولا اي حد يطلع يحلل. ليه؟ مفيش عدل، مفيش مساواة في كل حاجة. انت لما تديني عقوبة 6 ماتشات، اسف 6 نقط، لما مجيش وانسحب، وتدي فريق تاني انسحاب عقوبته 3 نقط اللي هو بتاعت الماتش اللي هي خسارة الماتش، وتقول لي دي لوايح اتجددت، وتيجي بعد كده في لاعب عندي بيعمل يا عم اي حاجه، بيعمل غلط، هو ضربه وشتمه، بتعاقبه العقوبه دي كلها، ولاعبك او اللاعب تاني في نادي تاني ما بيتعاقبش زي عقوبه اللاعب بتاعي؟ طب ده اسميه ايه؟ هتقول لي لوائح اتجددت. طيب لوائح اتجددت، لوائح بلوائح، البلانتي بتاعتك بلانتي. هتقول لي ايه دوافعك او ايه السبب؟ اقول لك لوائح اتجددت والله، وده قانون بيقول اللمسه دي مش بلانتي. يلا بقى، ما هي لوائح بلوائح. احسن مني انت؟ مفيش عدل، مفيش عدل. يعني مفيش لعب حلو، مفيش منافسه. انت بتشوف الانديه الدوريات التانية فيها لعب وفيها منافسه عشان في عدل، في كله زي بعض، ده يكسب ده، ده يكسب ده، ده يخسر من ده عادي. ودي اللي حلت اللعبه، والكوره معموله لكده. الكوره معموله لكده، مش بقى اللي دوافع شخصيه وهوائيه، وده على مزاجه وده على مزاجه. ايه ده؟ هتكرهونا في الكوره؟ ازاي تقلل عقوبة يا جدع؟ بأي منطق يا جدع؟ انسى اللي هي كورة زي ما قلت لك. ايه نظرة ولاده ليه يشوف ابوه بيتضرب ومصر كلها شايفة؟ ضعفت من شخصية الحكم. كده هتخليني اطالب حكام اجانب، مش هعتمد عليك. يا عم ايه ده يا عم؟ فشل. مفيش اتحاد كورة لغاية دلوقتي او رئيس رابطة ايا كان نظام، كله فاشل.
ايه يا عم ده؟ امتى هنشوف كورة؟ امتى هنشوف نظام ثابت؟ ثابت؟ مفيش نظام ثابت. النظام كل يوم بيتغير على اهواء ناس وعلى مزاج ناس. يا جماعة ده ايه ده؟ احنا في مسرحية، في تهريج. ده يعني لو تفتكروا معايا، يعني الحادثة اللي الوطن العربي كله عرف بيها، عبد الواحد ودونجا لما راحوا الإمارات واعتدوا على الحكم، اللي حصل اتحبس. اتحبس. بص الدول التانية ازاي بتحافظ على الحكام بتوعها وبتحميهم. اعتدوا اتحبس. مش بقى ولا توقف ماتشين ولا 4 ولا 6 ولا غرامة، اتحبس. ده يدل اللي هما بيحموا الحكام بتوعهم. الحكام بتوعهم هو المرتبة الأولى، هو ده السند وهو ده الظهر، لازم تسندهم. انت ظهر الحكام. مين هيجيب حق الحكام غيرك؟ حرام عليك شخصية الحكم، انت قضيت عليه والله. انت كده هتخليني ما صدقكش، على طول اشكك فيك. انت بتشوف في برامج زي ابراهيم عبد الجواد بيجيب الحكم، عمال يقول له، عمال يقنعه، يقول له طب ازاي يجي يقول له الحكم يعني انت رايك كده، يقول له لا انا ما بقولش رايي، بس ازاي؟ طب ما انت لما طالما انت بتقول له ازاي وعايز توضح له عن راي في دماغك، انت كده بتقول رايك. انت كده بتقول رايك. ما تقوليش اللي انت بتدافع عن مين. الاهلي وجمهوره بيدافع عن نفسه. انت هنا محلل حيادي، بتظهر واقع، بس ما بتقولش رأيك. ما بتقولش يا حكم ولما جاب رئيس الحكام طب بص اللقطة دي، طب بص اللقطة دي. ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ فين الحيادية؟ فين؟ ده انا والله كنت قاعد بتفرج على الحلقة مكاني في قناة الاهلي، ومعرفش المذيع جايب رئيس الحكام وبيتناقشوا مع بعض. ده في قناة الاهلي يعني، مش في قناة حيادية خالص. انت كدورك كمذيع لازم تحمي الحكم. لو انت بقى مصري وما فيش بقى الوان، ما فيش ولا ابيض ولا اسود ولا احمر ولا اخضر، انت كده تبقى مفروض حيادي تحمي الحكم بتاعك. تظهر الموضوع بس ما تقولش رايك معايا. بس الحقيقه يعني الاتحاد بيدمر نفسه بنفسه، بيدمر حكامه بنفسه. انت بايدك تخلي الحكم ليه شخصيه وتحميه، وانت بايدك تدمره وتنهيه. سهلة، يا يمين يا شمال. بس الحقيقة